بالظبط. تعليقك يا كابتن خالد. والله بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا في كل الكلام اللي قاله بالنسبه لعماد متعب اعتقد يعني ان الموضوع اتاخر شويه، لان عماد كان بيحقن لفتره كبيره جدا، وكان المفروض الانتهاء من هذا الموضوع، لان عماد انا اعتقد ان هو يعني مش اثر في حق حته الاصابه كتير جدا. عماد من اللعيبه الكبار، ما كانش على مستوى مصر يكون على مستوى افريقيا كمان، من اللاعبين الهدافين الممتازين جدا. النادي الاهلي في الوقت الحالي في حاجه للاعب زي عماد متعب بامكانيات عماد متعب واسلوبه في الملعب، بالاضافه طبعا النادي الاهلي بقى اكتر من سنتين مش لاقي راس الحربه القوي واللي ممكن يخلص او يترجم او يلعب بشغل النادي الاهلي كبطولات كبيره جدا. عشان كده اعتقد ان عماد خد القرار السليم. احنا في نهايه سيزون، النادي الاهلي ماشي كويس جدا في الوقت الحالي، وبعد كده زي ما قال الوكيل بتاعه ان على شهرين ونص على بدايه السيزون، يعني عماد يبدا فتره جديده جدا، ونتمنى له التوفيق والعوده باذن الله بخير. هكلمك عن عبد محمد بركات، لكن بعد نشوف تقرير عن محمد بركات، واحد من افضل